السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد فعلوا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلوا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وقناة تطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه لوكال سنجل شات فريندز. التطبيق ده مساحته 22 ميجا، حمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده تطبيق تواصل اجتماعي، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتعرف على اصدقاء جديدة، تضيف اصدقاء جديدة عندك، تتعرف عليهم، تقدر تعمل معاهم شات، مكالمات صوتية، مكالمات فيديو. تقدر ان انت تعمل لايف، تقدر ان انت تعمل كل اللي انت بتعمله في اي تطبيق تواصل اجتماعي. تقدر تتكلم مع الاصدقاء، تقدر ان انت تعمل تسجيل دخول او تسجيل السفر في اي مكان بتسافر فيه. تقدر تنزل عليه بوست، تقدر تنزل عليه صور. ده بيكون الغرض من التطبيق او الحاجة الخارجية او الظاهرية للتطبيق. اما الحاجة الداخلية للتطبيق فده من ضمن تطبيقات اللايفات. تطبيقات اللايفات اللي هم بيكونوا مستغلين حاجة الشباب، ان هم محتاجين يتكلموا مع بنات او يتعرفوا على بنات او يعملوا علاقات مع بنات، فبيعملوا لهم تطبيقات زي دي. التطبيقات دي بقى يديهم في البداية مدة ان هم يتكلموا مع البنت، يتعرفوا عليها، يلاقوها بنت حقيقية، يتأكدوا. بعد كده يقولوا لو حابب ان انت تكمل كلام ادفع فلوس علشان تقدر تكمل كلام معاها. بيدفع مثلا الفلوس، بعد كده بيجي يخليه يتكلم مثلا مدة معينة، مثلا نص ساعة ربع ساعة. بعد كده يجي يقفل عليه المكالمة، يقول له حابب ان انت تكمل ادفع فلوس تاني، وهكذا. بيستغل بقى الحاجة دي، يخلي الناس مثلا كلها او الشباب كلهم يعملوا بقى الحاجات اللي هي المحرمة والحاجات اللي هي تغضب ربنا. طبعا الشباب بقى كل واحد يقول لصاحبه، يقول له ده انا لقيت تطبيق كويس، ده انا لقيت تطبيق فيه بنات جامدة، في بنات بتتكلم في كل حاجة، في بنات بتعمل، في بنات بتصور نفسها بلبس البيت من غير حاجة على شعرها، مش عارف ايه. وطبعا بيستغلوا برضو في بنات كتير على التطبيق ده، ان هم بيخلوهم يعملوا لايفات على التطبيق، وان هم مثلا بلبس البيت او هم قاعدين من غير بلبس خفيف او من غير ما يبقوا لابسين طرح او حاجات زي كده، علشان ايه يجذبوا الشباب ليهم. ده طبعا بيكون الغرض من التطبيق، ودي من ضمن التطبيقات اللي انا ما برشحش ان حد ان هو يحملها ولا يتعامل معاها. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من تحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.